قصة فيلم النهاردة بتحكي عن شاب بيكون في جزيرة لوحده لسبب محزن جدا، وبيقابل بنت جميلة بيكون وجودها في الجزيرة مش مفهوم، واللي بيحصل بعد كده بيكون في منتهى الغرابة. بس قبل ما اقولك ايه اللي حصل ما تنساش تعمل لايك وتقولي رأيك في القصة في التعليقات بعد ما تعرف عملت ايه البنت في الولد، وتشترك في القناة علشان تشوف كل القصص اللي من النوع ده وانواع تانية كمان. يلا بينا. بيبدأ فيلمنا بتومي، شاب في مقتبل العمر قاعد ماسك تليفونه بالشكل ده. فجاء ابوه قال له يا ابني عايزك تساعدني في حاجة في العربية كده. قال له انا مشغول دلوقتي، بعدين. فعرفنا ان علاقتهم ببعض ما بقتش مقربة زي زمان. فطلع ابو تومي يصلح العربية بنفسه، واول ما فتح كبوت العربية هجم عليه 2 حرامية وطعنوه وسرقوا العربية ومشوا، وتومي كان لسه قاعد زي ما هو، بس سمع صوت كده حس ان في حاجة مش تمام بتحصل. فطلع ومع الاسف شاف اللي حصل، وابوه مات نتيجة الطعنات. وتومي دخل في حالة اكتئاب شديدة جدا وما بقاش عارف يتخطى الحادثة، وكل يوم حالته بتسوء عن اليوم اللي قبله. ده حتى بقى ينضم لجلسات جماعية نفسية علشان حالته تتحسن، ولكن كانت دون جدوى. وبتكون رئيسة الجلسة دي واحدة اسمها كيم، وبتقول لهم يا شباب احنا جربنا علاجات كتير، ولكن دلوقتي بقى هنجرب نوع مختلف وجديد علينا تماما. والعلاج المرة دي هو ان كل واحد فيكم هيروح يعيش في جزيرة مهجورة لمدة 3 ايام بلياليهم لوحده. وبتقول ان الجزر هي افضل مكان تحسن فيه نفسيتك، لانها بتكون هادية جدا ومليانة مناظر طبيعية زي ما كلنا عارفين. وقالت برضو ان كل واحد فيهم هيروح بخيمة ومستلزمات السفر، واهم حاجة اكله وشربه اللي يكفوه ال3 ايام دول علشان يرجع بسلامة. وتاني يوم بدأت الرئيسة كيم توصل كل حد فيهم لجزيرته اللي هيعمل فيها التجربة. وتومي هنا اهو في طريقه لجزيرته، وهنا قالت له هتقابلني هنا على نفس الشاطئ بعد الفجر بعد 3 ايام بالظبط، لا اكتر ولا اقل. ونصحته يستمتع على قد ما يقدر لان دي اجمل تجربة هو هياخدها في حياته كلها. وسابته ومشيت، وبدأ تومي يبني الخيمة بتاعته وساب اكله وشربه على الارض، وبيجمع خشب علشان يولع نار. وبعد ما جمع وراجع لخيمته بقى لقى مفاجأة بايخة جدا، لقى قرد قاعد بياكل في الاكل بتاعه بالشكل ده. فجري تومي عليه علشان يلحق الاكل، اتضح ان الاكل كله اتاكل. القرد ما رحمش اي حاجة، وطبعا كده ال3 ايام الجايين على تومي من غير اكل. فتومي بقى متضايق جدا من اللي حصل له ده، وبعدها بيحاول يولع نار بالحجارة وبيفشل. فبينزل المية علشان يدور على اي حاجة، فبيدوس على حاجة بتجرح رجله ولكن مش بيهتم قوي، وبيكمل بحث لغاية ما بيلاقي الأداة الغريبة دي اللي فيها عدسة بتجمع ضوء الشمس. فبيستخدمها وبيجمع الضوء على الخشب بتاعه، وفعلا بيولع النار. وجه الليل والجوع بدأ يقرص عليه جامد جدا، بس هيعمل ايه؟ مفيش اي حاجة ياكلها. فاخد كشافه وطلع يشوف له حاجة ياكلها. لقى جوز الهند ده بعد شوية بحث، بس فجأة حس بصوت حد حواليه، وكمان لمح حد لابس قناع مخيف بس مش قادر يوصل له. فرجع خيمته، ومن الخوف والجوع والعذاب اللي هو فيه ده اغمى عليه وفقد الوعي تماما. وتاني يوم صحى لقى جوز الهند جنبه مفتوح جاهز للشرب. شرب منه طبعا لانه ميت من الجوع، وبعد ما شرب سأل نفسه مين اللي عمل كده. بعدها لمح بنت جميلة في البحر، فأعجب بيها جدا من شدة جمالها، وطلع يجري وراها يشوفها بتعمل ايه. بتكون بتصطاد وشكلها كده خبرة، لغاية ما بيقول لها انه متبهدل تماما. فبتعرض عليه ياكل معاها الحيوان اللي هي اصطادته، وفعلا بياكل معاها وبيقعد يتكلم معاها وبيعرفها بنفسه. وتوبي بيقعد يحكي كتير عن نفسه وعن سبب وجوده في الجزيرة، بس هي بتكون ساكتة ومش بتتكلم لغاية ما بتخلص أكل. فبتقوم وبتمشي ولا أكنها شايفاه، فمش هيسيبها طبعا. راح وراها وسألها أفضل معاكي هنا ولا أرجع لخيمتي ولا أعمل إيه أنا مش عارف. قالت له ارجع لخيمتك وولع نار أحسن، لأن هنا هيكون في خطر على حياتك بسبب الحيوانات الموجودة. وقالت له خليك دايما جنب النار علشان هي أمان ليك من التعابين السامة اللي على الجزيرة. وبرضه كمل هو وقال لها انت مش بتتكلمي معايا ليه عن نفسك؟ ده انا حتى ما اعرفش اسمك. قالت له انا اسمي بريتني، وسابته ومشيت. ورجع لخيمته وولع ناره زي ما نصحته لحد ما نام، ولكنه جاله كابوس وقام مفزوع وما قدرش ينام تاني، والنار اللي هو ولعها انطفت كمان. فولع واحدة تانية، وساعتها سمع صوت غريب حوالين منه، فقام يشوف فيه ايه، فما لقاش اي حاجة ولكنه حاسس ان في حد بيراقبه. وتاني يوم بيصحى من النوم وبيلاقي بريتني بتحضر له الفطار، فبيكون فرحان وبيقعد معاها، بس هي بتلمح الجرح اللي في رجله، فبتقول له انا لازم اعالج رجلك دي. فشكرها وبعدين قعدوا ياكلوا سوا، وبعدين طلعوا يتمشوا. وتومي مسك ودانها اسئله بقى. تومي ده عنده فضول اكتر مني ومنكم، فقال لها انت عايشه لوحدك
لوحدك ليه هنا ومن امتى اصلا؟ قالت له من وانا صغيره، وما كنتش لوحدي، كنت مع ابويا وامي، ولكن ابويا مات ودلوقتي عايشه مع امي لوحدها. واخدته بعدها بريتني للشجره دي اللي فيها ماده شبه المخدر، فبتستخدمها علشان تعالج له الجرح وعلشان ما يحسش باي الم. وبعدها هو بقى كان بيعلمها ازاي تنصب خيمه، وهي علمته ازاي يصطاد سمك، والتعليم متبادل يعني ما بينهم. وقضوا اليوم كله سوا والدنيا بدأت تبقى جميلة. ولما جه الليل بتكون البنت عايزة تروح لأمها، فقال لها هاجي معاكي. قالت له لأ ما ينفعش، ولو أمي شافتك هتقتلك لأنها صيادة شاطرة جدا، فما ينفعش يا تومي، ارجع انت خيمتك. فاستغربها تومي وقال لها انت ليه بتقولي لي كده؟ فقالت له بص احسن لك انك ما تجيش ورايا وخلاص، وانها هتيجي الصبح تقابله. فقال لها لا، ما انا ما قلتلكيش بقى ان ده اخر يوم ليا في الجزيرة، لان كيم رئيسة الجلسة هتيجي تاخده زي ما احنا عارفين. فاتعصبت عليه بريتني لانه ما قالهاش حاجة زي كده، وكمان كان هيمشي من غير ما يقول لها، واتقمصت وسابته ومشيت. وجه وقت الرحلة وكيم فعلا وصلت في ميعادها، فاستغربت ان تومي مش موجود، فدخلت تدور عليه بنفسها لانها بدأت تقلق عليه لا يكون حصل له حاجة. ودخلت بكشافها تستكشف، فاتخبطت ووقعت والكشاف وقع منها باظ، وبرضه بقت تسمع صوت خطوات حوالين منها وبقت خايفة. وبعدين لقينا حد ماسك الكشاف بتاعها ومصدره في وشها كده، فبتكون فاكراه تومي وبتزعق له لان مفيش وقت على الهزار البايخ اللي بيعمله ده. ولما قربت منه رمى الكشاف على الارض، ولما راحت تمسكه فجأة ايد غريبة مسكتها، وصوت صراخها كان عالي جدا، وعرفنا انها اتقتلت. وتاني يوم بنلاقي تومي لسه صاحي واكتشف انه راحت عليه نومه، فقام جري على الشاطئ وهو متضايق علشان يلحق اي حاجة، لكن طبعا مفيش اي حد، وهو اصلا ما يعرفش ان كيم ماتت. فلمح بعدها حاجات عايمة في المية، فراح يشوف ايه ده، لقى ان مركب كيم غرقان في المية بالشكل ده. ولما قرب شوية لقى واحدة خارجة من عند المركب، ولما وراها كل حاجة تقدر عليها، ودخلت الجزيرة، فعرف ان هي دي ام بريتني الصيادة الماهرة اللي قالت له عليها. وبعدها راح يشوف المركب علشان يلحق كيم، ولكن لقى جثتها بالشكل ده، واتفزع فزعة قوية جدا لما شافها. وتومي دلوقتي ما بقاش عارف يعمل ايه، وفقد الامل في مغادرة الجزيرة، فقرر انه يروح يشوف بريتني علشان يحذرها من امها اللي هي اصلا لسه محذراه منها. فدخل في الكهف اللي هي بتدخل منه، ولما دخل ما لقاهاش، بس لقى رسومات وشعائر وحاجات غريبة كده زي ما تكون دينية، بس هو مش بيكون فاهم ايه ده. فخرج من الكهف جري، لقى ام بريتني في وشه، فاستخبى منها وشافها وهي بتصطاد، وهرب من المكان في ثانية الا ثانية قبل ما تشوفه وتسلخه بدل الحيوان اللي في ايديها ده. ووصل لبيتهم علشان يشوف اي حاجة تساعده، ولكن فجأة وصلت الام وبنتها وسمعهم بيتكلموا وهو متخفي. كانت بتقول الام لبنتها بعصبية مش قلتلك 100 مرة لما تلاقي حد غريب على الجزيرة تقولي لي وما تقربيش منه؟ وبعد ما امها انشغلت في حاجة كلم بريتني بسرعة وقال لها لازم نهرب. قالت له نهرب ايه؟ امشي من هنا حالا، والا امي لو شافتك هيبقى اخر يوم في عمرك. روح انت بس وانا هاجي قبلك يا تومي. فعلا مشي تومي وراح للشاطئ وقعد يعمل فخوخ احتياطي يعني علشان لو ام بريتني هجمت عليه وحاولت تقتله. المهم بالليل جت بريتني وقالت له انها فرحانة انه ممشيش وسابها، فحكى لها عن كل حاجة، انه راحت عليه نومة وان مشرفته كيم اتقتلت عن طريق امها زي ما شفنا كلنا من شوية. لما سمعت كده بريتني عيطت وقعدت تحكي له عن قصتها كلها، وانها من زمان كانت عايشة مع ابوها وكانت بتحبه جدا. وفي يوم صحيت من نومها لقت ابوها مقتول، وامها انكرت ان هي تعرف اي حاجة عن موت ابوها، بس هي متأكدة ان هي اللي قتلت ابوها. فقال لها اكيد في ناس هتيجي تاخدني من هنا وهتيجي معايا وتسيبي امك، ووعدها انه مش هيمشي من غيرها زي ما طلبت منه. وتاني يوم صحى تومي وقرر يدور على اي حاجة، لقى منارة قديمة بالشكل ده، فراح وحاول يشغل الكشاف اللي فيها علشان اي مركب قريبة تشوفه وتيجي تنقذه، لكنها بتكون متدمرة. فبيفقد تومي الامل فيها وبيمشي، فبيقابل صاحبه كاميرون اللي كان معاه في المجموعة العلاجية. فسأله تومي انت بتعمل ايه هنا؟ مش المفروض ان انت في جزيرة تانية؟ قال له انا كنت على جزيرة تانية فعلا قريبة من هنا، وفضلت مستني كيم فترة طويلة ولكنها ما جاتش، فاستخدمت مركبة لقيتها كده وجيت لحد هنا. فتومي هداه وحضر له اكل وحكى له عن كل اللي حصل من الاول خالص ولحد دلوقتي. فكاميرون قال له ايه رأيك نمشي من هنا ونرجع جزيرتي؟ أأمن من هنا. بس تومي قال له لا، انا مش هغدر ببريتني، انا اديتها كلمة ومش همشي واسيبها. وسابوا تومي وقام يشوف بريتني لانها ما جاتش زارته زي ما قالت، فكان مستغرب وقلقان عليها. فراح بيتها والكارثة اللي حصلت ان ام بريتني شافته ومسكته بالشكل ده، ولكنه هرب منها وطلع الطيران بعيد عنها، وفضلت تطارده
برضه لحد ما سحبها تومي لمكان فخ من الفخوخ اللي كان عاملهم من شوية، وفعلا اتحشرت هنا بالشكل ده، وغصن الشجرة رشق في بطنها وبتكون خلاص هتموت. فراح تومي سألها انت ليه قتلتي كيم وقتلتي ابو بريتني؟ ازاي تعملي كده؟ قالت له لا انا ما قتلتش، انت فاهم غلط، وحكت القصة كاملة. قالت انا كنت عايشة مع ابو بريتني، وبريتني في سعادة على الجزيرة مع سكان الجزيرة، ولكن سكان الجزيرة دول كانوا بيعملوا شعائر شيطانية ملعونة. وفي مرة من المرات وهم بيحضروا ارواح دخلت روح شيطانية جوه بريتني بالشكل ده، وتحولت البنت الجميلة لروح شيطان شريرة. وقتها بريتني موتت ابوها وموتت كل سكان الجزيرة. وقبل ما تموت ام بريتني ادت تومي مادة معينة، قالت له المادة دي تستخدمها في السيطرة على بريتني قبل ما تطلع الوحش اللي جواها. بتقول له لو ما عرفتش تستخدم المادة دي استخدم اي ضوء قوي لان الوحش اللي جواها بيتأذي من الاضواء. وطلبت منه ما يخليش بريتني تخرج من الجزيرة مهما حصل علشان ما تقتلش ناس تانية بريئة زي ما قتلت سكان الجزيرة. وماتت ام بريتني، وفي نفس الوقت كاميرون بيكون لسه قاعد عند الخيمة مستني تومي، لكن بريتني استدرجته لبعيد وهي متحولة وخلصت عليه. ولما وصل تومي بتكون بريتني جاية عليه من بعيد بالشكل ده لحد ما بترجع لشكلها الأساسي واحدة واحدة، وقال لها إنه قتل أمها، ففرحت وحضنته. بس هو بيكون خايف منها جدا وبيحاول يجيب المادة اللي قالت له عليها أمها علشان يسيطر عليها. وبريتني أول ما بتفهم كده بتتحول لوحش فجأة وبتحاول تقتله، بس بيضربها وهو ماسك المادة دي كده لحد ما أغمى عليها. وطلع جري بسرعة على بيتها علشان كان شايف بنزين هناك لما كان مستخبي عندهم، وعمل الشعلة دي وراح بيها للمنارة واستخدم البنزين وخلى كشاف المنارة ينور. ووقت ما كان مستني حد يجي ينقذه لما يشوف الضوء كانت بريتني فاقت من الإغماء وتحولت وقامت علشان تقطع تومي حتت على اللي عمله فيها ده، وكانت بتخنقه قبل ما يموت قدر انه يعكس ضوء في وشها بالشكل ده، وفعلا فلت من تحت ايديها وكمان ولع في المنارة وهي كده هتموت جوه وهيخلص العالم من شرها. ولكن بصت في عينه بالشكل ده واستعطفته، وتومي فعلا اتأثر وحس انه لازم ينقذها. ولكن بعدها فاق لنفسه تاني وطلع يجري، دي وحش ما ينفعش ينقذها، وقعد يعوم علشان يهرب لانه لو انقذ بريتني هتقتله وتقتل اي حد يقع تحت ايديها. وفعلا قعد يعوم وشايف مركب داخله عليهم وقال هو ده سبيلي الوحيد للهروب، وقعد يكمل عوم لحد ما وصل هنا. وفجأة طلعت بريتني من وراه في شكل الوحش وقتلته، وركبت المركب واخدت طريقها للمدينة علشان تموت كل اللي فيها. وبينتهي فيلمنا هنا، سلام.